الا كنتي كتقلب على دجاجه كتنتج البيض بزاف وباقل تكلفه، خاصك تعرف على سلالات لي جون. في هذا الفيديو غنعرفوا الانواع ديالها والمواصفات وشنو كيميزها. سلالة لي جون هي سلالة إيطالية الأصل، من بعد الانتشار ديالها في العالم كامل ولات السلالة رقم واحد في مزارع إنتاج البيض. اللي جون الأبيض هو الأكثر انتشار وكيعطي بيضة اللون ديالها أبيض ناصع، بالإضافة إلى اللي جون الأرجنتي أو لي جون الفضي كما يسمى، تيتميز بريش أبيض وأسود والأنثى ديالو كتكون مختلفة عليه نسبيا كما هو واضح في الصورة. بالإضافة لذلك عندنا لي جون دوري، هو شبيه بالدجاج البلدي لكن الريش ديالو تيكون ذهبي وعنده مواصفات مميزة وخاصة به. لي جون كيتميز بجسم خفيف وسريع الحركة، عرف كبير وواضح ورجلين صفراء وطاقة ونشاط كبير، لأنه صعب في التربية ديالو في الأماكن الضيقة نظرا لكثرة الخوف ديالو. من المميزات الرئيسية أن الدجاجة تقدر توصل حتى 300 بيضة في السنة، كتستهلك علف أقل وكتبدا البيض بكري ما بين 4 شهور ونص حتى 5 شهور كتبدا البيض، مناسبة للمربين اللي باغيين مشروع بيض ناجح. لكن من السلبيات هي أنها ما كترباش في أماكن ضيقة، فهي عزيز عليها تحرك بزاف. العيوب اللي لازم تعرفها أنها ماشي مخصصة للحم، يعني إلا كنتي باغي دير إنتاج ديال اللحم فهي غير صالحة لهذه التربية، زائد أنها نشيطة بزاف ممكن تطير وكتحتاج حماية من البرد القوي. المناعة عندها نسبيا ضعيفة. إلا كان الهدف ديالك من تربية الدجاج هو إنتاج البيض وخصوصا البيض البلدي فأنت أمام أحسن اختيار. لي جون هي الدجاجة الوحيدة اللي تقدر تعطيك بيض بتكلفة أقل وبعدد كبير، حيث أن جميع الأنواع ديالها فهي ماكينة ديال البيض اللهم بارك، بالإضافة للجمالية اللي كتعطي والرونق ديالها داخل المزرعة، خصوصا إلا كنتي كتربيها في مسارح كبيرة. قول لنا في التعاليق اشنو النوع اللي كتفضل تربيه، واش البيض ولا الدوري ولا الأورجونتي، وما تنساش تخلي لنا الرأي ديالك في هذا النوع ديال الدجاج ودير الاعجاب واشتراك في القناة. يلا تهلاو.